ما نكذبش عليكم، حنا كنا عندنا واحد البصيص ديال الامل باش انه السلطات المعنيه غادا تنصف هاد الناس هادو من بعد الوقفه اللي درنا مؤخرا مع ايتمان وزي هنايا، وكانت واحد الوعود من طرف المسؤولين باش ان هاد الناس غادا تنصف لا ساكنه ولا ملاك. ولكن مع كامل الاسف انتم كتشوفوا الناس بقات عرضه للتشرد. انتم تشوفوا الناس كتبكي، الناس لا حول لهم ولا قوه، الناس انتم تشوفوا بدون حق خرجوا مساكن، خرجوا هذا الصباح هذا وغادي ينفذوا القرارات ديال الهدم اللي كيقولوا بانها قرارات مكتوبه، ولا احنا ما شفناهاش مكتوبه. اللهم كنشوفوا السلطات اللي حاضره بقوه باش تنفذ هذا القرار هذا ديال الهدم. فاحنا النداء ديالنا دائما غادي يكون الى السده العاليه بالله صاحب الجلاله نصره الله، اللي دائما كان كيعطف على المدينه القديمه، وجا المدينه القديمه ما مره وخصص واحد الغلاف مالي اللي فاق 90 مليار ديال السنتيم لاعاده تهيئه المدينه القديمه. الله ينصرو. وراه بفضل هذاك المبادره وديك العطفه اللي دار سيدنا على المدينه القديمه كتشوفوها اليوم هاكم بقى لها فيضان، وتصلحات شبكه الواد الحار، وتصلحات بزاف ديال ولكن رغم ذلك فهذاك المشروع الملكي فراه عرف عده اختلالات.